أهلا بكم معنا. جائزة الكرة الذهبية يعني البالون دور دايما حديث الساعة والنقاشات ما بتنتهيش، خصوصا هالسنة مع وجود أسماء مغربية قوية زي أشرف حكيمي وياسين بونو بين المرشحين. اليوم رح نحاول نفهم سوا كيف بالضبط بيتم اختيار أفضل لاعب في العالم، يعني إيش الآلية ورا الكواليس. رح نعتمد على مصادرنا اللي بتحلل العملية دي. أهلا بك، وموضوع شيق فعلا. البالون دور يمكن هي الجائزة الفردية اللي الكل بيستناها وبيتابعها في عالم الكورة. خلينا نبدأ من الأول، يعني إيش قصتها بالضبط وليش كل هالاهتمام العالمي فيها؟ شوف، هي جائزة عريقة جدا بتقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية. بدأت من زمان، من سنة 1956، وأول واحد فاز فيها كان الإنجليزي ستانلي ماثيوز. 1956 قديمة فعلا. جدا. وفي نقطة مهمة بتاريخها إنها لحد منتصف التسعينات، يعني 1995، كانت بس للاعبين الأوروبيين اللي بيلعبوا في أندية أوروبية. أوه، يعني ما كانت عالمية من البداية؟ لا، ما كانت. بس في 99 فتحوا الباب لكل الجنسيات، بشرط يكون اللاعب في نادي أوروبي. وبعدها بفترة صارت تشمل أي لاعب في أي مكان بالعالم، وهذا طبعاً زاد من قيمتها والتنافس عليها بشكل كبير. فهمت. طيب نيجي للعملية نفسها، كيف بيختاروا القائمة الأولية؟ ومين اللي بيصوت بالأخير؟ تبدو يعني عملية مش بسيطة. هي مش بسيطة، صح. بتبدأ العملية جوا فرانس فوتبول نفسها، في لجنة تحرير عندهم. هاي اللجنة بتجهز قائمة أولية، يعني قائمة المرشحين. بيعتمدوا على أداء اللاعب طول السنة، أهداف، ألقاب، تأثيره، اللحظات المهمة اللي عملها. تمام. وبعد القائمة الأولية مين بيصوت؟ هنا يجي دور التصويت الدولي. بيختاروا صحفي رياضي واحد من كل دولة. أي دولة؟ لا، مش أي دولة، الدول اللي بتدخل ضمن أفضل 100 منتخب في تصنيف الفيفا الأخير، عشان يضمنوا تمثيل عالمي ومن ناس متابعة كويس. حلو. يعني صحفي واحد من كل دولة من المئة الأوائل. وهذا الصحفي إيش بيعمل؟ كل صحفي بيستلم القائمة الأولية، ومطلوب منه يختار أفضل 10 لاعبين بالنسبة له، ويرتبهم من الأول للعاشر. والترتيب ده له نقاط معينة؟ أكيد، في نظام نقاط واضح. المركز الأول بيعطوه 15 نقطة، الثاني 12، الثالث 10، وبعدين بتقل النقاط: 8، 7، 5، 4، 3، 2، وآخر واحد المركز العاشر بياخد نقطة واحدة. يعني وزن كبير للمراكز الأولى. بالضبط. وفي النهاية اللاعب اللي بيجمع أكبر عدد نقاط من تصويت كل الصحفيين هو اللي بيفوز بالجائزة. طيب، عملية التصويت صارت واضحة، بس السؤال الأهم يمكن، على أي أساس هدول الصحفيين المفروض يصوتوا؟ يعني في معايير رسمية لازم يمشوا عليها ولا الموضوع تقديري وانطباعات شخصية؟ سؤال مهم جداً. هو فيه رسمياً 3 معايير أساسية لازم الصحفي ياخدها في الاعتبار. أولاً، الأداء الفردي للاعب نفسه خلال السنة، يعني مهاراته، أهدافه، تمريراته الحاسمة، كيف كان حاسم في الماتشات الكبيرة والنهائيات. تمام، الأداء الفردي. ثانياً، الألقاب الجماعية، البطولات اللي فاز فيها مع ناديه ومع منتخبه الوطني، هذا عامل مهم جداً. المصادر بتذكر مثالاً، يعني زي حكيمي اللي فاز بألقاب محلية وأوروبية ووصل لنص نهائي المونديال مع المغرب. هي إنجازات جماعية قوية. والثالث؟ المعيار الثالث هو الصورة العامة للاعب وسلوكه الرياضي، يعني اللعب النظيف، احترامه للمنافسين، للزملاء، حتى عدد الكروت اللي أخذها ممكن يدخل في التقييم. مثير للاهتمام إنه السلوك جزء رسمي من المعايير. طيب، هل في معيار أهم من الثاني؟ يعني مثلا لو لاعب فاز بكأس العالم، هل هذا بيغطي على كل شيء ثاني تقريباً؟ المصادر ما بتحدد وزن معين لكل معيار، ويمكن هون جزء من الجدل اللي بيصير كل سنة. يبدو أن التقييم بيعتمد على التقدير العام للصحفي وكيف بيوازن بين هالعناصر. بس أكيد الفوز ببطولة كبيرة زي كأس العالم أو دوري الأبطال بيكون له تأثير كبير كبير جداً، يعني في ترجيح الكفة. مفهوم. ذكرتي إن الحفل ما في بس جائزة أفضل لاعب، في جوائز تانية كمان، صح؟ صحيح، الحفل توسع وصار يضم جوائز كثيرة مهمة. في طبعاً الكرة الذهبية لأفضل لاعبة بنفس أهمية جائزة الرجال،
وفي جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم، وهالسنة بنشوف ترشيح المغربي ياسين بونو لهالجائزة، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير. فعلا إنجاز لبونو. وفي كمان جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 سنة، وجائزة جيرد مولر لأحسن هداف، وجائزة لأفضل نادي، وكمان في جائزة اسمها سقراط للاعبين اللي عندهم أعمال إنسانية مميزة، وأخيراً جائزة لأفضل مدرب وأفضل مدربة. ما شاء الله، يعني حدث كبير وشامل. بالعودة للمغاربة، يعني أداء حكيمي كظهير بس بقدرات هجومية رهيبة، وهدفه بنهائي الأبطال زي ما ذكرتي أكيد بخليه مرشح مهم. وبونو بجائزة ياشين بيثبت إنه من نخبة الحراس عالمياً. إذن خلاصة الموضوع، الكرة الذهبية تعتمد على تصويت صحفيين من دول مختلفة، بيختاروا من قائمة عملتها المجلة، والمفروض يراعوا الأداء الفردي والألقاب الجماعية وكمان السلوك الرياضي. هذا هو الإطار العام، نعم. ويبقى سؤال اللي دايماً بينطرح وبيثير النقاش، حتى مع وجود هالمعايير الواضحة، لأي درجة بتتأثر الانطباعات الشخصية أو يمكن لحظة فردية خارقة للاعب؟ هل هاي الأشياء بتقدر تنافس ثبات المستوى طول السنة وتحقيق الألقاب الكبيرة في عقل المصوت؟ هالتوازن الصعب بين التقييم الموضوعي والانطباعات هو اللي بيخلي نتائج البالون دور دائماً مادة دسمة للكلام والجدل كل سنة. ونقطة حلوة نفكر فيها،